السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. النهارده هنعمل مع بعض الفراخ المشوية في البيت بتتبيلة سهلة جدا جدا وخفيفة ومميزة. وكمان هنعمل الرز المصري المبهر مع بعض. تتبيلة النهارده هي تتبيلة خفيفة جدا وتقدري ان انتي تستخدميها في كل وصفات الشوي. كمان تقدري ان انتي تحتفظي بيها في برطمان محكم الاغلاق في التلاجة وتستخدميها كغموس جنب اي مشويات. تتبيلتنا النهاردة لو جربتيها انا واثقة ان انت هتعتمديها دايما في كل وصفات الشوي اللي انت هتعمليها في البيت. قبل ما ابدأ ما تنسيش الاشتراك في القناة. هنعتمد النهاردة اعتماد كلي على الفلفل الاحمر الحلو. يعني ما ينفعش ان احنا نستبدله بفلفل اصفر او اخضر لان الفلفل الاحمر هو اللي هيدينا الطعم واللون المميز للتتبيلة. استخدمت 2.5 من الفلفل الاحمر الحلو لاني هستخدمه كمان كغموس. تقدري ان انت تقللي الكمية على حسب رغبتك. كمان استخدمت 2 بصلة صغيرة، تقدري ان انت تخليهم بصلة واحدة كبيرة. قرنين من الفلفل الحار. طبعا الفلفل الحار على حسب الرغبة ولكن هو بيخلي طعم الوصفة مميز جدا. طبعا الكمية اللي انا ضفتها من الفلفل الحار ما بتأثرش قوي على طعم التتبيلة. بقطع الخضار بتاعي بحيث ان هو ما ياخدش معايا وقت طويل في الفرن. انا هشويه في الفرن، تقدري انتي تشويه على عين البوتاجاز. هضيف كمان كمية من الثوم. الفرن انا شغلته قبلها بوقت على درجة حرارة عالية لغاية لما ياخد معايا لون الشوي. الفرخة متنضفة كويس جدا ومغسولة، بعمل لها محلول النقع عبارة عن معلقة سكر، معلقة ملح، ورقتين لورا، ليمونة، وبغطيها بالمية وبركنها على جنب. دلوقتي الخضار بتاعي بعد ما خرج من الفرن وكمان سبته يهدى، ضفته في محضرة الطعام وضفت عليه عصرة 3 ليمونات صغيرين او ممكن ليمونة كبيرة، نص كوباية او فنجان كبير من زيت الزيتون، 3 معالق كبار من الخل، معلقة كبيرة من الملح، بشر ليمون. كمان ضفت عليه معلقة صغيرة مليانة من البابريكا المدخنة، تقدروا ان انتوا تستبدلوها بالبابريكا الحلوة ولكن يفضل المدخنة. نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسمر. ضربتهم كويس جدا في الكبة بتاعتي ولكن ضفت عليهم شوية من المية لان حسيت ان الكبة ما كانتش ماشية كويس في ضرب المكونات. سبت شوية من الخليط على جنب لاني هستخدمه كغموس مع الرز والفراخ، وكمان هستخدمه ادهن بيه الفرخة وهي تحت الشواية. حطيت الخليط المتبقي على الفرخة، والفرخة انا عاملة فيها فتحات علشان التتبيلة تدخل جوه الفرخة بتاعتي، ودهنتها كويس وغلفتها كويس جدا بالتتبيلة وكمان من تحت الجلد. الفرخة بتاعتي انا هغطيها بورقة زبدة وكمان ورق الفويل واحطها في التلاجة. طبعا اي فراخ مشوية يفضل ان هي تفضل ليلة كاملة. انا سبتها بس ساعتين في التلاجة. دلوقتي هنبدأ ان احنا نحضر مع بعض الرز المصري المبهر. ممكن ان انتي تستبدليه بالرز البسمتي. معايا كوبايتين من الرز المصري المغسول مش المنقوع، كمان مكعب ماجي، كمان معانا ورقتين من اللورة، قرفة وقرنفل، بصلة كبيرة مبشورة. في حلة سخنة على النار او طاسة على حسب الموجود عندك بنضيف معلقتين من الزيت، بضيف عليهم البهارات الصحيحة علشان تاخد ريحة وتطلع الزيوت اللي فيها. بضيف عليها البصلة. اول ما البصلة بتكون شفافة ما بتتحمرش معايا بس بتكون شفافة، بقلبها تقلبتين واضيف الرز المغسول وعليه مكعب ماجي. اول حاجة بخلي الرز ان هو اقلبه شوية في البهارات علشان ينشف كمان يطلع معايا مفلفل. بضيف على كل كوباية رز كوباية من المية. طبعا لو ده رز بسمتي هيختلف معانا مقدار المية، هيكون ازود شوية. النار معانا بتكون عالية، اول ما الرز بيتشرب المية بنبدأ ان احنا نهدي على الرز. اول ما بيستوي بيكون بالشكل الرهيب اللي انتوا شايفينه ده. الفراخ بعد ما سبتها ساعتين في التلاجة خرجتها ودخلتها في فرن مسبق التشغيل على اعلى درجة حرارة. بندخل الفراخ بتاعتنا على درجة حرارة 250، الرف الاوسط. بتقعد معانا ساعة ونص على حسب حجم الفرخة. طبعا انت بتبدأ ان انت تشوفيها اذا كانت استوت او لأ.
وفي الربع النهائي بنفضل بنشغل الشواية وبندهنها من الخليط اللي احنا سبناه. طبعا الفراخ مقدرش اقولكوا على الريحة والطعم والجمال، حرفيا اللون بيعبر وبيتكلم عن نفسه. التتبيلة دي لو انتوا استخدمتوها حرفيا مش هتبطلوا ان انتوا تستخدموها. والصوص اللي معانا او التتبيلة اللي معانا المتبقية كانت حلوة جدا جدا، بألف هنا وشفا.